ازيكم حبيبي الزوج. احنا اتفقنا قبل كده ان المداعبة مهمة جدا، وان 60% من الستات بيوصلوا للنشوة عن طريق المداعبة، وان المداعبة عندهم اهم من العلاقة، وال40% التانيين كمان بيحبوا المداعبة زي العلاقة بالظبط. فلو ضربنا بالطرفين في الوسطين هيطلع ان الستات كلها بتحب المداعبة، والمداعبة شيء اساسي. في تركية بقى كده عايزك تنتبه لها. النشوة بالنسبة للست دي رحلة بناء، يعني هي بتبني النشوة خطوات كده لغاية ما بتوصل لآخر حاجة. مش زي حالاتك انت بتتك على الزرار بتوصل للنشوة بتاعتك، انما الست مختلفة. الست بتحكي قصة عشان توصل للنشوة، بتحتاج وقت وبتحتاج ترتب حاجات فوق بعضها كده، بتاخد وقت. ومن أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل للست في العلاقة ان هي تبني نص النشوة كده وتقوم انت سايبها وداخل للمرحلة التانية، تبقى انت كده هي لا طولت لسما ولا ارض، وبتحس احساس بقى ربنا ما يكتبه على عدوك. في بقى بعض الستات بتخاف تدخل رحلة النشوة دي علشان عارفة ان جوزها هيوقف في النص وهيتعب وهيمل ويزهق ويقوم جاي ناقل على المرحلة اللي بعدها اللي هو عايز يعمل العلاقة. فبالتالي بقى هي بتاخدها من قصرها وبتحاول ما تبدأش الرحلة دي. فانت بتداعب زي ما بتداعبش، هي ماسكة نفسها وبتقول انا كده كده لو اتورطت معاه في النشوة هو مش هيوصلني ليه، فهي مش حاسة بالامان معاه. عايز اجيب لك مثال كده، بس كأنك بتتصل بحد وعارف انه هيقفل السكة، فانت عندك قصة عايز تحكيها له مثلا او موضوع معين، فانت مش عارف تبدأ القصة علشان انت عارف انه ممكن هيقفل في اي لحظة. فبتكون متوتر بقى، احكي ولا ما احكيش؟ طب مش احكي عشان لو انا حكيت نص القصة هو يقفل عشان مش عارف ايه، فانت ما عندكش امان انه يكمل معاك. الست نفس الموضوع، عايزة تحكي قصة النشوة بتاعتها بس عارفة ان انت بالك قصير وصبرك قصير والا قصير وانت انت، فلازم بقى تحسسها بالامان ان انا معاكي. القصة بتاعتك هتاخد 5 دقايق، هتاخد 10 دقايق، هتاخد 15 دقيقة، انا معاكي. واثناء ما انت بتداعب ممكن تقول لها خدي وقتك براحتك ما يهمكيش، انا معاكي انا. وبعدين لو انت مش معاها انت هتروح فين؟ وراك ايه بعد ما تقعد يا عم 10 دقايق 15 دقيقة؟ خلي الست تاخد راحتها وتاخد، انت وراك ايه؟ هي دي مش حفلة بدأناها الناس كلها المفروض تطلع منها مبسوطة وكل واحد هيعمل اللي عليه، فانت اديها وقتك. ما وراكش حاجة ولا انت وراك حاجة؟ هتديها وقتك كله وتريحها في النص الاول من العلاقة، وهي هتديك وقتها كله في النص التاني من العلاقة، ويبقى احنا الموضوع هات وخد كده. انت ايه؟ انت مستعجل صح؟